لو لسه ما عملتيش البانيه بالطريقة دي فايتك كتير. هنعمل مع بعض احلى بانيه مقرمش وذهبي بتتبيلة رهيبة وطعمه خطير. شايفين الحلاوة والجمال؟ ما شاء الله تحفة. يلا بينا نشوف عملناه ازاي. لو قشرته بتفك منك بعد الفيديو ده هتبقي محترفة فيه. اول حاجة معايا معلقة كبيرة توم باودر ومعلقة صغيرة من الزنجبيل ومعلقة صغيرة من الملح وعليه رشة من الفلفل الاسود ومعلقة صغيرة من بهارات الفراخ، واهم مكون فيه هو مية البصل، وزودت عليه كمان ربع كوباية من عصير الليمون وعلبة زبادي. وبس كده سهلة. نبدأ بقى نحط الفراخ في التتبيلة واتأكد ان كل واحدة اخدت تغطية من الناحيتين، وهسيبها في التتبيلة مش اقل من ساعتين. نيجي بقى لخليط التغطية. ضفت لبن مع 2 بيضة ورشة ملح وفلفل اسود وهخفقهم مع بعض كويس جدا، وهضيف عليهم كمان معلقتين دقيق. دي بقى هتخلي طبقة البانيه ثابتة ومقرمشة وخطيرة. وبعد كده يا حلوين هنعمل ايه؟ هناخد شرايح البانيه على خليط البيض والدقيق، وبعد كده على خليط البقسماط زي ما انتوا شايفين كده. واهم حاجة بقى نضغط كويس جدا جدا علشان تكون طبقة متماسكة. ويفضل برضو ان انتوا تعملوا البقسماط في طبق واسع عشان تكوني واخدة راحتك اكتر. يعني انا عملته في طبق صغير ما كانش احسن حاجة بالنسبة لي. ده شكلها، وهعمل كمان واحدة بنفس الطريقة، ولما اخلص هدخله الفريزر نص ساعة. انتي ممكن تفرزيه، بينفع جدا في اللانش بوكس، بيبقى وهم بجد، بيبقى خطير جدا. انا كده خلصت، وننزل بيه بقى في زيت سخن، واول لما بنزله بهدي النار خالص عشان يطلع معايا دهبي ومقرمش ومستوي. اول دقيقتين طبعا ما بنقلبش خالص، هستنى لحد ما يكون له قشرة وبعدين هقلبه. واول لما ياخد اللون الجميل ده هخرجه في مصفى. بجد تحفة. شايفين لونه؟ لازم لازم تجربوا الطريقة دي. شايفين مقرمش ومن جوه طري وخطير جدا، وطعمه وهم بجد. الليمون فارق جدا جدا في طعمه، وقشرته ثابتة معاكي. ولو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير ومتابعة، واستنونا في فيديو جديد في أكلك ألذ مع بنات العيلة. باي باي.